فكرة التوريث بالعائلة أو التوريث بالمؤسسة. يعني رجل يدعمه الجيش أو رجل تدعمه سوزان مبارك ممثلا في جمال مبارك. يعني هذه ملاحظة. أيضا دعني ألفت النظر لأنه المجلس العسكري منذ انحيازه للثورة المصرية هو خلع مبارك بالتليفون، يعني لم ينتظر أمرا، وطبعا هذا في ظل ضغوط كثيفة جدا. طبعا سمع الناس أو رأوا تحركات لقطع الأسطول الأمريكي باتجاه قناة السويس، لكن يعني دعني أقول أنه في هذه الفترة كانت الضغوط متكاثرة متكاثفة، وإن الجيش المصري وقيادته أخذت قرارا في لحظة خطر، أخذت قرار بصورة مباغتة توقيا لخطة كانت معلومة قوامها غزو أمريكي إسرائيلي لمصر لمحاولة استنقاذ الرئيس المخلوع. أنا أتحدث هنا عن معلومة يعني من مصدرها. الفكرة الأساسية أنه ما جرى في الكواليس، ما أسماء الأستاذ هيكل بالصندوق الأسود، يعني الذي تفهم يعني من خلاله ماذا يجري بالضبط. أنا أتصور أن تباطؤ في محاكمة مبارك ليس فقط تباطؤا من المجلس العسكري، هناك تضاغطات عبر الحدود وفي داخل الحدود. السيدة كلينتون، السيد جون كيري، السيد روبرت جيتس وزير البنتاجون لا يأتون إلى القاهرة لكي يشموا الهواء أو لكي يتفرجوا على ميدان التحرير كما توحي الفولكلوريات التي فعلتها هيلاري كلينتون. لكن لا يعني لا يجينا عن الفرجة ولا يجيئون لميدان التحرير عوضا عن شرم الشيخ الذي لا يستطيعون الذهاب إليها الآن لدواعي بروتوكولية. هؤلاء يفعلون ويضغطون، وهناك بالفعل يعني لغز اسمه تأخر محاكمة مبارك. الفكرة الأساسية أن المجلس العسكري الآن لديه السلطة الواقعية دي فاكتو، فكرة القانون. يعني إيه قانون؟ هو الذي يصنع القانون، له صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون. حين تراقب آخر قانون أصدره المجلس العسكري حتى في قضية الحرية، يتجه المجلس العسكري لإصدار مرسوم بحظر التظاهرات والاعتصامات الفئوية والعمالية، فيما لا يلتفت المجلس العسكري على سبيل المثال بالدرجة ذاتها إلى عملية التفريغ الأمني، وهي جريمة متصلة منذ ما قبل سقوط مبارك إلى الآن، جريمة التفريغ الأمني، وإنه جهاز الأمن الداخلي في حالة تمرد حقيقي. يستطيع الجيش أن يقمعه ويبني وزارة داخلية جديدة. هناك مسؤوليات ما دمت قد ملكت السلطة الواقعية. وقلت في البيان رقم 5 اللي هو معنون إعلان دستوري إن أنا معايا السلطة الواقعية خلال فترة محددة، فلا بد أن تفي باستحقاقاتها.